باش يديروا له واحد شويه ديال التغليف، واحد شويه ديال لومبالاج باش يمكن الناس يستصغوه. اما الحقيقه وهو انه تشريع للفساد. ملي كتسحب واحد المقتضيات اللي هي كتعاقب الناس اللي كيديروا الاثراء الغير مشروع، عنده غير تفسير واحد، ما عندوش جوج. وهذا كيبان حتى بالنسبه لدابا هذه المسطره ديال الجنائيه، ماشي القانون الجنائي، ما القانون الجنائي راه مازال ما جاش. صحيح. المسطره الجنائيه في هذه المناقشه دابا الماده 3 كيقول لك اللي عنده الحق باش يدير تحريك المسطره ديال المتابعه هي النيابه العامه، ولكن ما عندهاش الحق ديال الاحاله الذاتيه. خاص شي واحد يحيل عليها. شكون هو؟ المجلس الاعلى للحسابات او المفتشيات ديال الحكومه ديال الحكوميه ومنهم ديال الماليه، او المجلس تاع هيئه النزاهه ومحاربه الرشوه، او واحد المجموعه من المؤسسات. وهذيك ملي كدير التقارير ديالها غير مجبره انها تمشي لعند النيابه العامه وتقول له ودي حركي المسطره. واش هذا الشيء معقول؟ هذا الشيء راه حنا كنتكلموا الان نقاش داخل اللجنه ديال العدل والتشريع ديال المسطره الجنائيه. وهذا الشيء كنقول لك اودي راه تشريع للفساد وتشريع للريع. اسمح لي، الى غير مواطن عادي، مواطن عادي بلغ الى علمه بانه راه كاين شي فساد يلحق بشخص عادي وما مشاش هذاك المواطن اللي بلغ الى علمه وما بلغش، يتابع جنائيا. شوف هذه غير مصلحه خاصه. فما بال المال العام؟